السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبافضل حال. نسمي بالله، بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. كل سنه وانتم طيبين. كل ما هجيلكوا هقول لكم كل سنه وانتم طيبين، ورمضان كريم عليكم وعلينا، ويتعاد عليكم الايام بخير يا رب، وباليمن والبركات وبالرزق. وربنا يحسن ما بين ايدينا يا رب. احنا اتفقنا مع بعض ان احنا مش هنعمل كل يوم لحوم. هنعمل حاجات بسيطة، هنعمل اللي نقدر نعمله ببيتنا وفي مطبخنا وعلى قد ايدينا. احنا بقالنا يومين بناكل عندنا هنا فراخ، تمام. وامبارح انا كنت عاملة لسان عصفور مع المحشي والاكل. طب انا النهاردة هعمل ايه؟ انا النهاردة هعمل كوسة وهعمل ملوخية اهي. انا ما شاء الله عندي انا الملوخيه بجيبها بضربها في الخلاط زي ما انتم شايفين كده. بصوا سمكها ما شاء الله حلو جدا. والله والله بتجيبيها وتلفيها لفه وتفصلي لفه وتفصلي احسن بكتير من الفكياس. الملوخيه كمان بدات بتاعه الصيف تطلع حلوه. اي نعم هي لسه غاليه، انا جايباها الكيلو ب25 جنيه، مش عارفه ليه اصلا، بس يمكن عشان ايه سعدتها. بصوا عامله ازاي خضره وجميله انا عندي شوربه متبقيه هعملها بيها، ماشي. هوريكم ازاي انا بحاول ان انا اخلطها بالشوربه عشان سمكها يبقى مظبوط، تمام. الكوسه من الحاجات الحلوه المفيده، انا جايباها اهي. بديها زي تقشيره كده من بره خفيفه بالسكينه المشرشره اهي. بغسلها وبقطعها كويس زي ما انتم شايفين كده اهو اهو. كل المطلوب مني ان انا هروح على البوتاجاز، هجيب صينيه احط الكوسه فيها، اقطع لها طماطمايه طماطمتين شويه صلصه. عايزه تحطي صلصه بس، عايزه تحطي طماطم بس، اللي يريحك. واحط لها بصلايه صغيره وقرن فلفل وفصين توم وشويه توابل وكبشه شوربه، واسيبها تاخد غلوه على النار من فوق، وادخلها الفرن، تمام. والملوخيه هنعملها مع بعض. يلا بينا نتوكل على الله ونروح على البوتاجاز. زي ما اتعودت معاكم ان انا بحب احط كل حاجه على العين واشتغل. يعني انا هعمل مع الملوخيه وشويه الكوسه شويه رز بشعريه، هعمل كله مع بعض. يلا بينا. بصوا يا حبايبي، انا جيت على البوتاجاز اهو. ادي صينيه الكوسه اهي. انا حطيت لها حوالي كوبايتين صلصه، ماشي. وحطيت لها اللهم صل على النبي مرق الدجاج، وحطيت لها بصلايه اهي متقطعه صغير خالص زي ما انتم شايفين، وحطيت لها قرن فلفل اخضر متقطع برضو صغير اهو، تمام. وحطيت لها ملح وفلفل وكمون وكاري وكزبره ناشفه، تمام اهو. هقلبها اهو، هسيبها تاخد تشويحه بشويه الصلصه اللي انا حطاهم والبصله والفلفل وفصين الثوم اللي انا حطاهم. حطيت فصين توم برضو مهروسين. هخليها تستوي وتاخد سواها، واحطها بعد كده تحت الشوايه. حابه تديها غلوتين وتدخليها في الفرن اللي يريحك. انا كده خلاص خلصت الكوسه اهي، ما خدتش مني 5 دقايق يا دوبك. كنت مقطعاها ومجهزاها، حطيتها في الصينيه زي ما انتم شايفين كده. بصلايه فلفلايه فصين توم شويه صلصه عشان انا مش حابه اقطع قوطه النهارده. وانا كده كده معصجاها اصلا معاكم، ماشي. واول ما تبدا تغلي هنزل عليها بكبشتين شوربه واسيبها تستوي، وبعد ما تستوي هدخلها تحت الشوايه. ادي الكوسه عملناها خلاص. ادي الشعريه بحمرها، مجهزه نص كيلو رز غسلاه. اول ما تبدا تتحمر قوي او التحمير اللي انا حباه هنزل عليها بالرز واشوحه، تمام. بصوا يا حبايبي، ادي الملوخيه. الملوخيه انا بعمل بيها ايه يا حبايبي؟
بصوا يا حبايبي، ادي الملوخيه اهي، انا ضربتها قدامكم في الخلاط، حطيتها وبدات انزل عليها بالشوربه كبشه كبشه، تمام، لحد ما لقيت السمك اللي انا حباه. خلاص، لان في ناس ما بتعرفش تظبط الملوخيه. حطيت لها شويه كزبره ناشفه، شويه كمون، شويه فلفل، طعمتهم بمرق الدجاج. انا حاطه شوربه بس الشوربه دي مش شوربه بلدي، شوربه فراخ بيضاء، فانا حابه اطعم الملوخيه عشان تديني طعم احلى. وحطيت لها ادي مكعبات الماجي قدامكم اهي، وادي الفلفل، وادي الكزبره، وادي الكمون، وادي شويه الملح. هقلب الملوخيه، تتقلب كده عشان تعرفي تعملي لها عرق اهي كده، وتتقل معاكي. والله الملوخيه اللي الناس بتستصعبها سهله جدا 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 اهي. بضربها في الخلاط السمك اللي انا عايزاه اهو قدامكم اهو، وبعد كده بزود الشوربه اللي انا عايزاها. كل ده على البارد، ما تحطيش حاجه، كل ده على البارد. انا مش هعمل الملوخيه دي غير حوالي الساعه كام، صلايه من الشوربه، على الساعه 6 الا ربع، لان انا بعملها واعمل الطشه واجهزها. ادي الطشه بتاعتها اهي، شويه سمنه، شويه زيت، شويه توم. انا هاخد شويه توم اهو من هنا نايين، هحطهم عليها، تبقى حلوه قوي قوي، بتطعم بيها. انا بس بحاول اقلبهم اهي. بصي سمكها، تعرفي تمسكيها بالمعلقه وتشربيها اهي. ادي الملوخيه، مش حاجه محتاجه حاجه تاني، محتاجه ان انا اولع عليها، اديها غلوه، واقوم احمر التومه واحط وهي بتاخد اخر تحمير شويه كزبره ناشفه، وانزل اطش عليهم الملوخيه بس بملحك سكر. ادي الملوخيه. يبقى انا كده خلصت اهو الحمد لله. ادي الكوسه بدات تنزل صلصتها، تدي غلوتين اهي. اول ما تبدا غلوتين وتخلص مفيش وقت، هسويها وادخلها تحت الشوايه تدي اللون الحمار، تمام. الرز اهو انا سقيته، هقلبه مره قدامكم اهو. وادي الملوخيه، كل اللي ناقص المغرب يبدا ان شاء الله هعمل طشه الملوخيه، هحطها تحت الشوايه، هوطي على الرز يتفلفل وهغرف، مفيش حاجه تاني. هحضر شويه بلح، هعمل شويه عصير فراوله النهارده، مش هعمل تمر. وتفضلوا معانا. وكانت الاكله بسيطه وسهله، ولا عملنا لحوم ولا عملنا اي حاجه، وعندنا شويه لسان عصفور هسخنه بس، بفضل ونعمه من عند ربنا. وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا لي الجرس وتدعوا لي دعوه من قلبكم، والله يستجيب لي وليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.